هلو هلو، تعالوا بينا نعمل حاجة حلوة في السريع. انا هحتاج كيس اوريو اللي هو فيه 6 قطع. انا هاخد منه 5 وحدات وهسيب واحدة هنحتاجها في اخر الفيديو. هفكهم كده من بعض علشان انا عايزة اكسر البسكوت ده. ممكن تحطيه في الكبة او تحطيه في كيس زي ما انا هعمل كده، وبأي حاجة جامدة عندك، عصارة او هراسة توم. وهبدأ اكسر البسكوت ده كويس قوي لحد لما يتفتت معاه. دلوقتي بقى هجيب الطاجن اللي انا هدخله الميكروويف او مج. المهم تكوني متأكدة ان هو بيخش الميكروويف عادي. هضيف معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الدقيق، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان هضيف ربع كوباية من اللبن. وهمكس الخليط ده كويس قوي لغاية لما اتأكد انه كله تداخل مع بعضه. وحبيبات البسكوت اللي هي كانت كبيرة شوية خلاص دابت تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنضف الطاجن بتاعي وهدخله الميكروويف لمدة دقيقة و20 ثانية. انا ضفت شوكليت شيبس، نقدر منحطهاش عادي لو مش موجودة. اظبطي الميكروويف على دقيقة و20 ثانية بالظبط وبتطلعلك احلى كيكة اوريو. انا سيحت شوكولاتة وحطيتها على الوش، ممكن نحط كريم شانتيه، ممكن نحط نوتيلا، اللي موجود عندنا ممكن نضيفه. البسكوتة بقى اللي انا خليتها في اول الفيديو انا هكسرها وهحطها على وش الطاجن عشان يبقى شكلها حلو. الطبق ده يا جماعة احنا بندفع فيه كتير قوي لو جبناه جاهز من اي محل حلويات، لكن احنا ممكن نعمله في البيت بمكونات بسيطة جدا ومش مكلف نهائي. حاجة حلوة كده الروقان بالليل وانتي قاعدة كده بتتفرجي على فيلم، تقومي تعمليه في دقيقتين هيكون جاهز. مفيش اسهل ولا احلى من كده. خطيرة يا بنات، مستوية من جوه، جميلة قوي، طعمها مميز قوي كده وعاملة زي الحاجات اللي احنا بنشوفها برا كده ورقنا بيجري عليها. لو عجبكم الفيديو متنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد، وكمان متنسوش لايك وشير للفيديو. واو.